ابو شعول مش علاني. صار موقف محرج في هذا. كنت في الحج، دخلت احدى الحملات، القيت عليه محاضرة. تدري في الحج يصير عندك يعني يوم 10 بس اللي هو يوم العيد، ويوم 11 هو اللي تقدر تلقي فيه محاضرات الحملات. يوم 12 يبدأ الناس يمشون، فتضطر احيانا في اليوم الواحد ما تقدر تعطي المحاضرات بعد الصلوات، لا بين العصر والمغرب يصير عندك احيانا 5 حملات. انتم الساعة 4:30، انتم 5 بالضبط، انتم 5:30. فألقيت محاضرة في حملة وطالع بسرعة بروح الحملة الثانية، وانا نازل معي البشت، افسخ البشت بسرعة واصفطه واتلطم بشماغي واربط الثوب واركب دباب. واحد من الشباب معه دباب وينقلني بسرعة بين الحملات، فانا اطق اللطمة ما يعرفوني الناس. لما اوصل الحملة الثانية اصلح الشماغ والبس البشت واصير شيخ وادخل. وانا نازل يوم فسخت البشت ولفيت وربطت ربطت الثوب وبديت بحط اللطمة، والتفت الا في ولاد صغير عمره يمكن 13 ومعه سيجارة متخبي كذا قاعد يدخن. يا حليلك. قلت له يا ولدي، قال الشيخ. قلت يا ولدي الدخان ما يصلح، يا ولدي حرام عليك، وانت يعني في الحج وما يصلح. يلا عطني البكت. طبعا هو رمى السيجاره، قلت عطني البكت. قال لا، واطلع كان معي دهن عود طيب، قلت خذ الطيب وعطني البكت. اخذ الطيب وعطاني البكت. خذت البكت وحطيته، ما ادري وين اوديه، ما في زباله قريبه ولا في وقت اقوم اقطع السجاير، وخفت ارميه على الارض يجي واحد ثاني يقول هذا رزق ساقه الله الي وياخذه بعد، واصير بكحله وعميته. فما في مجال الا حط البكت في مخباتي. قلت حط مخباتك وبتلقى لك زباله قدام ورمي فيها. حطيتها في جيبتي ومشيت. طقيت اللطمه وربطت الثوب وركبت حج للحج حمله الاحسان ما ادري الاتقان وبسرعه، ويا حج يا حاج حج. وصلنا هناك الا الناس ينتظروني يلبق قبل شوي، هو حتى ما يشوفوني على الدباب، فيلبق قبل افك الثوب واصلح الشماغ واضبط المرزام والبس البشت واجيهم. فجيت والبكت في مخباتي نسيت. المهم وابدا القي المحاضره. في اثناء المحاضره قلت لهم ويجب على الانسان بعد الحج ان يتغير. الحج المبرور هو ان يكون حالك متغير بعد الحج، يتغير كل شيء فيك، يتغير اسلوبك، يتغير اخلاقك، يتغير صلاتك، بل حتى نغمة جوالك لازم تتغير. واجي بطلع جوالي قلت جوالك اللي بكيت دخان. مارو البارو ابيض. عاد اشوف بعضهم يقول الشيخ زين، الاحمر حار، الابيض احسن للشيخ. انا ما انتبهت الا والبكت كذا، ما عرفت ايش تسوي. ما في مجال ترميه، ما في مجال ترجعه، خلاص انفضحت وكاميرا تتصور. وانا اتلمس الا والله ما هو بجواله اللي بكت. حطيته قلت قسما بالله ما ادخن، والله العظيم اني عمري ما دخنت، علي الطلاق 3، والله عمري ما دخنت وعمري ما حطيته في فمي، وانا انسان شريف. ما اقتنعوا، يعني برضو تحلف لين بكره دخان هذا ما هو بلعب، هذا ما هو علاجهم وش دواهم هذولا. فقلت لهم لكن بعطيكم القصه، اتركوا المحاضره على جنب وخذوا القصه. فاعطيتهم قصه الوليد الصغير هذا اللي كان يدخن. قلت يا جماعه انا اخذت البكت من ما ادري وين اوديه، ما في زباله قريبه، وصعب اعطيه واحد من الحجاج يقولون والله الشيخ قاعد جزاه الله خير يوزع دخان على الحجاج، الناس يوزعون اشرطه ومصاحف وانا اوزع دخان. فما في مجال، حطيته في مخباتي ونزلت الا ربعكم يستقبلوني، ما في مجال. فوالله العظيم هذا اللي حصل. فقام واحد وطلع بكيتين من جيبه، قال يا شيخ والله هذه توبه من الدخان، حطها على الطاوله. قلت في نفسي زين صار عندي 3 بكيتات. زين. وقام واحد ثاني وفتح الشنطه اللي فوق، يحطون رفوف كذا في الحملات، ويطلع كرز كامل فيها ظن 10 ما ادري 20 حبه. هذا نمونته حق ال5 ايام كلها جزاه الله خير، جايبها مجهز نفسه وحط هذا كم يباع؟